بعد الهروب من عمالقة آكل البشر، وصلت سفينة أوديسيوس لجزيرة غريبة وهادية جدا اسمها إيئيا. قرر أوديسيوس يرسل مجموعة من رجاله بقيادة يوريلوس عشان يستكشفوا الجزيرة دي ويجيبوا أي إمدادات محتاجينها. شافوا بيت شكله لطيف جدا في وسط الغابة، دخان خارج من المدخنة وريحة أكل شهية بتشد أي حد جعان. خرجت منهم ست جميلة جدا، الساحرة سيرسي، ورحبت بيهم بدفء زائف ومخادع عشان تطمنهم وتدخلهم البيت. سيرسي دعت الرفاق يدخلوا ويقعدوا على السفرة المليانة أطباق شهية ومشروبات منعشة، وده كان فخها الأول. يوري لوخوس الوحيد اللي حس إن في حاجة غلط ومرضيش يدخل البيت، فضل مستني بره في حذر شديد. الرجال أكلوا وشربوا بشراهة غير طبيعية، ناسين تماما واجب الحذر أو أي أوامر بضرورة أخذ الاحتياطات. لكن سيرسي كانت حاطة سم سحري في المشروب والمية، يخلي الإنسان يفقد عقله ويتحول لحيوان مذعور. في لحظة مرعبة لوحت بعصاها السحرية، والرفاق تحولوا على الفور لخنازير ضخمة بتصرخ من الرعب. يوريلوخوس جرى بسرعة لأوديسيوس عشان يحكي له الصدمة والتحول المخيف اللي شافه بعينه قدام البيت. أوديسيوس غضب جدا، لكن رفض يتخلى عن رفاقه، وقرر يواجه الساحرة دي بنفسه وبكل شجاعة وذكاء. في طريقه ظهر هيرمس واداله عشب سحرية اسمها مولي عشان تحميه من سحر سيرس القوي. دخل أوديسيوس وأكل من طعامها الساحر بدون خوف، لكن العشب حمته من أي تحول أو ضرر متوقع. أوديسيوس شهر سيفه وقدرها بتهديد واضح إنها تفك السحر عن رفاقه، وهي استسلمت لذكائه وقوته الخارقة. سيرسي فكت السحر ورجعوا لرفاق رجالا مرة أخرى، وقدمت لهم ضيافة كريمة، وقضوا سنة كاملة في رفاهية مطلقة. لكن السؤال المهم، هل الرفاهية دي هتخليهم ينسوا هدفهم الأساسي ورغبتهم في الرجوع للوطن أم لا؟